مكان ضيق، ندخل داخل ونشوف في شيء ولا يمكن نكتشف نحصل آثار. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. طبعا الدنيا ظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في إضاءة خفيفة داخله، في أصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شوف المنظر فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. في أصوات. مشينا دوخت. بدأت أدوخ. تحس إنه كانوا صدق فعلا إنهم يعيشون في هالمناطق. تراث عميق من جبل قارة. إن شاء الله نشيلكم معنا. هاي الحسا صح؟ ولا الهفوف؟ ها؟ الهفوف غير والحسا غير؟ لا كلها حسب واحد. بس هفوف دي منطقة دي منطقة الجبيل. الجبيل هذا. بس الجبيل هي تابعة للحسا. الهفوف تابعة للحسا. يعتبر المناطق هذه كلها تعتبر الحسا. يلا. يا مرحبا زارتنا البركة. يلا نشيلكم معنا. بسم الله. جبل القارة، نكتشف تفضل. مع بعض جبل القارة. تعال. بسم الله. شو هالمعلقة هذه؟ هذه من القصيد يعني اللي لطرف ابن العبد. جثوتين من ترب عليهما صفائح وصم من صفيح المنضد. جبل القارة هذا يقدر عمره بأكثر من 25 مليون سنة. أكثر من 25 مليون سنة. 25 مليون سنة. اي نعم. جبل القارة. اي نعم، جبل القارة. كان جبل الشبعان مو جبل القارة، لأنه كان متشبع بالمياه سابقا. فكان هذا سبب التسمية. طبعا هذا ارتفاعه تقريبا من 70 إلى 75 متر. طبعا المكان هذا كان تقريبا زي المسرح، استخدم في العصر الدليموني قبل 5000 سنة. 5000 سنة. اي نعم. فلما تلاحظ الحجر وارتفاعه سبحان الله، يعني كان من عجائب الخلق الله في ارضه يعني. نعم. سبحان الله. ولا المدرجات اللي على شكل يعني طبقات متكونه يعني. انت قلت لي يتكون عن طريق البحر، ما بحر. اي نعم. كان سابقا كان هذا المكان يعني كله مياه بحر. مع مرور الوقت وانحسار المياه سبب لنا اللي هو الشقوق هذه وتلون درجات الالوان. يبين انه كان مد وجزر. اي نعم. وكذا. فتدرج الالوان هذا ما جاء عبث، ما جاء من شيء فراغ يعني. صحيح. اللي يوضح لنا انه سابقا كان بحر، وسووا عليه دراسات وابحاث يعني. وبعدين مبين الارتفاع، شوف حد الماء لين. اي نعم. فشوف درجه الالوان. تقريبا البحر كان لين هناك. اي نعم. كم متر ارتفاع هذا؟ كم ارتفاع؟ ارتفاعه يوصل من 70 الى 75 متر. في اجزاء معينه 75. اي نعم 75 متر. البنايه. اي هو طول يعني. فانت مثلا توصل الاعلى قمته راح تطلع على 4 قرى. 4 قرى. 4 قرى. قرية القارة اللي تسمى عليها الجبل، والدال والتويثير والتهمين، هذه الأربعة. وراح تطل على أكبر واحة مسجلة في اليونسكو عام 2019. حتى الأكسجين هنا غير. اي طبعا المزارع والواحات هذه لها دور طبعا في تنقية الهواء وصفاوته وتخليك تعطيك دور كبير وفعال. اي نعم. وحنا مقبلين على الجبل راح يصفى الجو أكثر وتتنفس أحسن وأحسن بإذن الله. سبحان الله. اي نعم. بس هذا الكثبان الرملية أو الجبل هذا يعني التراب أتوقع إذا حد طلع فيه ممكن إنه لأنه هو من الصخور الجيرية. اي نعم. هذه الصخور الجيرية يعني إذا وصل فيها الماء فيسبب فيها زي الشقوق، زي ما انت شايف الشقوق كثيرة. اي نعم. فرقيق التراب، فباللمس يتحتحت. والله يعتبر شيء من العجائب. اي نعم. من الاشياء اللي فعلا من العجائب، ما قد شفت نفسه في حياتي. سبحان الخالق. انا حاليا في جبل القارة. الساعة بالضبط ما عندي ساعة. شكرا يا شومي. زين حاليا الساعة تقريبا الساعة 6:30. خلينا نشوف التلفون. بعد تلفوني مفضي بعد. باور بنك. شكرا يا شومي. طبعا نحن حاليا في جبل القارة في الحسا، جايين نكتشف المكان الجميل هذا اللي من ضمن العجائب. لازم تتابعون الحلقة هذه لأنها حلقة جميلة وتنال إعجابكم. يلا نشيلكم معانا. طبعا الحين احنا مقبلين على مغارة
او الجبل فيه يتكون من 10 مغارات، من اشهر المغارات الموجوده فيه هي مغاره النشاب. مغارة النشاب؟ اي. ليش سمي باسم النشاب؟ النشاب يعني تم تسميتها لعده اسباب. ان هي من داخل الجبل من اشهر واقدم المغارات في الجبل واكبرها واجملها برضو. ايش اللي صار؟ مشغلين مكيفات داخل؟ لا والله، حقك تفتش المكيفات لو فيه ولا حسيت ببروده، هواء بارد نسيم. لا هواء بارد. اي طبعا كله طبيعي. سبحان الله، بدون اي مكيفات بدون اي شيء، كله هواء طبيعي. هواء طبيعي كله طبيعي ابدا، ما في ولا مكيف ولا اي شيء، كل الهواء طبيعي. سبحان الله كيف تغير الجو. يا جماعه جبل القاره انا انصحكم نصيحه خويه انكم تزورونها، المكان هذا فعلا جميل يستحق الزياره. وين؟ في الحسا، في منطقه القاره. والله يستحق الزياره. على فكره الحسا قريبه على قطر، قريبه على الامارات، اي حد داخل على السعوديه من المناطق هذه، من البحرين، هالمناطق تقدرون تمرون على جبل القاره وتشوفون المكان الجميل هذا، وبعدين تكملون رحلتكم للسعوديه. بس لازم تزور المعلم هذا الجميل، من احد العجائب. اكتشف بنفسي واشوف المكان، شوف المكان كيف ضيق، بس سبحان الله شعور جميل. حصلت شيء. جبل القاره من الاماكن المناطق السياحيه الجميله اللي لازم انك تزورها في الحسا. طبعا المكان هذا اللي تشوفونه يعتبر من ضمن العجائب، تكون عن طريق الامواج البحر والبحار، وحتى في دلائل كثيره على انه كان الموج يدخل داخل، فهو اللي كون هالشيء، البحر اللي كون الجبل هذا الجميل. في منطقه الحسا جبل القاره. تعالوا ندخل داخل جبل القاره لان في اشياء كثيره ما شفناها. تعالوا. مكان ضيق في جبل القارة، ندخل داخل ونشوف في شيء ولا يمكن نكتشف نحصل آثار. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. التامة من شر ما خلق. طبعا الدنيا ظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في إضاءة خفيفة داخله، في إضاءة خفيفة داخله، في أصوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كان ضيق. شوف أتوقع يوم قالوا إن في ناس كانت تسكن هنا، أتوقع الناس إن هذا كانوا، هاي تعتبر ممكن غرفة أو صالة أو مجلس. شوف المكان جميل، مكان كبير، بس سبحان الله براد. شوف المنظر فوق، شوف سبحان الله إضاءة ربانية. بسم الله الرحمن الرحيم. في أصوات، مشينا دوخت، بدأت أدوخ. جميل المكان، مكان يسار، تحس إنه كانوا صدق فعلا إنهم يعيشون في هالمناطق. يعني تحس إنه فعلا هاي كانت غرفة نوم. يقول لك أول ما كان في مكيفات فكانوا يعيشون في المنطقة هاي في الجبلية، لأن حسوا إن في المنطقة فيها براد وكذا وأمان لهم. أتوقع بس يحط هنا نفس الخشبتين أو سعفتين، يعتبر كأنها غرفة. أنا أعتبرها غرفة وصالة. طبعا الحين راح نمر على مجلس امير الاحساء سابقا اللي هو سعود بن جلوي. هنا مجلسه كان في الجبل، في المنطقة هاي. اي في الجبل، داخل الجبل. الحين بنمر عليه مجلسه؟ مجلسه. اي الشيخ الامير سعود بن جلوي، امير الأمير الاحساء.
أمير الحسا سابقا. أمير الحسا سابقا كان مجلسه في الجبل داخل. سابقا ما كان في مكيفات. صحيح. فالمكان هنا من داخل بارد، فالأمير اختار المكان يكون هنا بسبب جمال المكان وبرودة المكان. أماكن كثيرة يعني. إيه في داخل 10 مغارات، الجبل يكون 10 مغارات، فكل مكان كل طريق بتحصل فيه مغارة داخل. طبعا إذا كانت الشمس فوقك وقت الظهيرة يعتبر المكان نوره عالي. يعني حلو الواحد يزور جبل القارة الظهر. الظهر يعتبر بارد مرة يعني، بتشوف فرق الجو شلون عكس الجو تبرد. سبحان الله. لا وبعدين إضاءة الشمس بتكون فبتعطيك إضاءة أكثر. أي. في الشتاء درجة الحرارة تتغير؟ لا، هو غالبا درجة الحرارة طول السنة ثابتة من 20 إلى 27 درجة، لكن الجو خارجا هو اللي يأثر على شعورك أنت كإنسان. درجة حرارة فهمتك. يعني إذا نحن مثلا برا الحين درجة الحرارة 45 طبعا فلما تنزل اليوم 30/7 يعني. اي نعم. فلما تكون درجة الحرارة برا 45 إلى 50 درجة وانت تدخل درجة حرارة 25 إلى 20، فوش الشعور اللي بيجيك؟ شعور برودة. شعور هواء بارد نقي. صحيح. عكس الشتاء لما يكون درجة الحرارة خارجا 10 إلى 12 درجة هنا، فلما تدخل الجبل وترتفع درجة الحرارة بتشوف المكان أدفأ بالنسبة لك. فهو يحافظ يعني في الصيف تحس بالبرودة، في الشتاء تحس بالدفء. هذا الشق من أحد الشقوق اللي فعلا الشباب اللي معانا المرشد قال هذا يعتبر كأنك مركب مكيف سبلت. أنا أبغى أوصل لكم الشعور بس مش قادر. لو تلاحظون هالمكان مخلينا على طبيعته، يعني ما سووا أي صبيات، ما سووا أي ممرات، ما حطوا أي إضاءات. ليش؟ علشان الواحد يعيش التجربة الجميلة هذه بطبيعتها بأجواءها. بس تدخل مثلا بكشافك. طبعا على يسارك حاليا الحين راح تشوف سبحان الله كأنه حجرة أو غرفة على يسارك. بس انتبهوا يا شباب. اي نعم، هذا اللي يقول لك عنه. هاي غرفة نوم؟ أبد، كأنها غرفة مفصلة أو كأنها جلسة. سبحان الله. طبعا الجبل يعني من معلومات كل ما تعمقت فيه في أماكن معينة سبحان الله الجبل من فوق يقفل، فيكون لما تطالع وين ما تدور ما تلقى الشقوق فوق. ما أشوف في شيء غريب، بس أشوف في فرق في الألوان. اي طبعا، اللي هو 4 جرات فيها 4 ألوان مختلفة. هذه فيها اللون الأبيض، وهذه فيها الأسود، وعندك البني والأصفر. طبعا تسألني وش يعني ما استفدت من أي معلومة. أيوة. هذه الله عز وجل يوم خلق نبي الله آدم أخذ من كل طين وخلق نبي الله آدم، فمن هنا نستنتج اختلاف ألوان البشرة بين البشر، بيني بينك بين أي شخص، من هذه ال4 جرات أو ال4 الألوان اللي هو الأبيض والأسود والبني والأصفر. هذه الفكرة من الجرات اللي أنتم حطيتوها كتوضيح نقطة الطين. اي، والوان البشره. الوان البشره. شوف كيف الاشياء الاثريه موجوده في السعوديه كثير، خاصه السعوديه فيها تراث عميق. من جبل القاره شفنا ابها، شفنا الباحه، شفنا قلوه، شفنا طائف. اتوقع يبغى لي سنه كامله عشان اغطي ابها. بالاصح اغطي السعوديه، احتاج سنه كامله اغطي السعوديه، بس هذه سنه السعوديه. ان شاء الله نشيلكم معنا.